اي لعيب انا اخترته فانا واثق فيه ويقدر يلعب. وزلاكا انا انضم قبل كده في معسكر قبل كده دولي ولعب ماتشات دوليه. فانا شايف ان مع زمايلهم الاساسيين اللي هم الغيابات اللي جايه والمجموعه اللي لعبت النهارده، اعتقد هيبقى ليهم دور كويس في البطوله ان شاء الله، او في مستقبل العام عامه في المنتخب مصر. لكن انا هو ده الغرض، ما انا قلت لحضرتك ان الغرض ان الاستفاده من الماتشات الدوليه الوديه دي، ان انت بتشوفي عناصر جديده وبتشوفي الاخطاء الفنيه او الاجابات الفنيه اللي انا كنت بشتغل عليها ونفذه كم من نسبه قد ايه، سواء من الناحيه الدفاعيه، من ناحيه الانتشار، من ناحيه الاستحواذ، من ناحيه. وده كان ليه برضه تأثير في تشكيل حضرتك للملعب النهارده للاعبين؟ طبيعي، طبيعي، لان حضرتك زي ما قلت حتى الاصابه الجديده اللي حصلت من حمدي فتحي كان اتعمل التغيير قبل الماتش بدقايق، وتريزيجيه ليه دور، ومحمد نعيم وامام عاشور وكل الناس وعمر مرموش. يعني اعتقد انتوا يعني ليهم تقل وليهم استفاده منهم. بس ان شاء الله الماتشات اللي جايه، الماتش اللي جاي او التجربه اللي بعد كده لاخر حاجه قبل ما نسافر كاس الامم، يكون وصلنا للرؤيه الكويسه اللي احنا سواء التيم اللي القايمه النهائيه، والناس اللي هي استفدنا منها، والطريقه اللي هنلعب بيها. كل الكلام ده هو دي ايجابيات الماتشات الوديه. لو ما عملناش الماتشات الوديه دي مش هنطلع ايجابيات ولا سلبيات. لا.